فنانين وفنانات رحلوا في عام 2026. بعضهم لن تصدق إنهم رحلوا، ومنهم 3 رحلوا في يوم واحد. بس قبل ما نبدأ ما تنساش الصلاة على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وما تنساش الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زرار الجرس. الفنان هاني شاكر. تاريخ الميلاد هو من مواليد 21 ديسمبر عام 1952. تاريخ الوفاة توفي الفنان هاني شاكر في يوم 3 مايو عام 2026 عن عمر ناهز 73 سنة. سبب الوفاة نزيف حاد في القولون، رحمه الله وأحسن إليه. الفنانة المصرية سهير زكي. تاريخ الميلاد هي من مواليد 4 يناير عام 1945. تاريخ الوفاة 2 مايو عام 2026. وتوفيت الفنانة سهير زكي عن عمر ناهز 81 سنة، رحمها الله وأحسن إليها. الفنان السوري أحمد خليفة. تاريخ الميلاد هو من مواليد 25 نوفمبر عام 1945. تاريخ الوفاة توفي الفنان أحمد خليفة يوم 26 أبريل عام 2026 عن عمر ناهز 80 سنة، رحمه الله وأحسن إليه. الفنانة القديرة حياة الفهد. تاريخ الميلاد هي من مواليد 15 أبريل عام 1948. تاريخ الوفاة توفيت الفنانة حياة الفهد في 21 أبريل عام 2026 عن عمر ناهز 78 سنة بعد معاناة مع المرض، رحمها الله وأحسن إليها. الممثلة العراقية سجدة عبيد. تاريخ الميلاد هي من مواليد 2 نوفمبر عام 1957. تاريخ الوفاة توفيت الفنانة سجدة عبيد في 4 أبريل عام 2026 عن عمر ناهز 68 سنة. سبب الوفاة توقف القلب، رحمها الله وأحسن إليها. الفنانة المصرية كيتي. تاريخ الميلاد هي من مواليد 21 فبراير عام 1930. الوفاة توفيت الفنانة كيتي في 27 فبراير عام 2026 عن عمر ناهز 96 سنة، رحمها الله وأحسن إليها. الإعلامي جمال ريان. تاريخ الميلاد هو من مواليد 23 أغسطس عام 1953. تاريخ الوفاة توفي الإعلامي جمال ريان في 15 مارس عام 2026 عن عمر ناهز 72 سنة، رحمه الله وأحسن إليه. الممثلة السورية هدى شعراوي. تاريخ الميلاد 28 أكتوبر عام 1938. تاريخ الوفاة توفيت الفنانة هدى شعراوي في 29 يناير عام 2026 عن عمر ناهز 87 سنة. سبب الوفاة ماتت مقتولة، عثر عليها مقتولة في منزلها بشارع خالد ابن الوليد في حي باب سريجة بدمشق صباح يوم الخميس 10 شعبان عام 1447 هجريا الموافق 29 يناير عام 2026. وصلي عليها في جامع الشيخ بدر الدين الحسيني، ودفنت في مقبرة الباب الصغير. ووجهت أصابع الاتهام إلى خادمتها الأوغندية فيكي التي قبض عليها بعد هربها، وقد اعترفت بقتل المغدورة. وأسفرت التحقيقات معها عن إقرارها بالجريمة التي نفذتها بضربات متكررة على رأس الضحية وهي نائمة باستخدام أداة حديدية هي الهون مدق الثوم. وأكد المحامي العام في دمشق أن التحقيقات أنجزت
وأن المتهمة ستحال إلى القضاء السوري لمحاكمتها وفق القوانين النافذة مع ضمان حقها في حضور محامي للدفاع عنها. وبيّنت الخادمة أن دوافع ارتكاب الجريمة هي قيام خلافات سابقة بينها وبين المغدورة هدى شعراوي وسوء معاملتها لها والتنمر عليها باستمرار. ونشرت وزارة العدل السورية وقائع تمثيل جريمة مقتل الفنانة هدى شعراوي في منزلها بدمشق على يد خادمتها، التي بررت سبب فعلها إلى اعتقادها بأن الفنانة هدى شعراوي قامت بتسميمها بعد أن طلبت منها عدم الاقتراب من الثلاجة لأنها مسممة، لذلك قامت بقتل الفنانة هدى شعراوي على الفور. ونعتها نقابة الفنانين السوريين على لسان نقيبها مازن الناطور الذي قال: ننعي وفاة الفنانة هدى شعراوي التي طالتها يد الغدر صباح اليوم داخل منزلها في دمشق. الفنان السوري أحمد مللي، تاريخ الميلاد هو من مواليد سنة 1949. تاريخ الوفاة: توفي الفنان أحمد مللي في 11 يناير عام 2026 عن عمر ناهز 77 سنة. الفنان ياسر صادق، تاريخ الميلاد 25 يناير عام 1963. تاريخ الوفاة: توفي الفنان ياسر صادق في 26 فبراير عام 2026 عن عمر ناهز 63 سنة. سبب الوفاة: عانى الفنان ياسر صادق في أيامه الأخيرة من وعكة صحية أليمة، على إثرها دخل العناية المركزة مرتين، آخرهم في يناير عام 2026، وذلك بسبب ورم انتشر في جسده تعرض بسببه لانتكاسة، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية بشكل ملحوظ، إذ نقل إلى العناية المركزة بإحدى المستشفيات الكبرى، وأعلن وفاته بعد أيام من دخوله المستشفى. الفنان المغربي عبد الهادي بالخياط، تاريخ الميلاد هو من مواليد سنة 1940. تاريخ الوفاة: توفي الفنان عبد الهادي بالخياط في 30 يناير عام 2026 عن عمر ناهز 86 سنة، رحمه الله وأحسن إليه. الفنانة إيناس الليثي، تاريخ الميلاد هي من مواليد 27 يناير عام 1992. تاريخ الوفاة: توفيت الفنانة المصرية إيناس الليثي في 27 فبراير عام 2026 عن عمر ناهز 34 سنة. سبب الوفاة: هبوط حاد في الدورة الدموية أثناء النوم، وده معناه إن ضغط الدم انخفض بشكل مفاجئ، مما أدى إلى نقص وصول الدم والأكسجين للأعضاء الحيوية، وبالتالي أدى إلى الوفاة. وفاتها كانت مفاجئة جدا، ولم يتم الإعلان عن إصابتها بأمراض خطيرة قبل الوفاة، رحمها الله وأحسن إليها. الفنانة المغربية صفية الزياني، تاريخ الميلاد هي من مواليد سنة 1935. تاريخ الوفاة: توفيت الفنانة صفية الزياني في 31 يناير عام 2026 عن عمر ناهز 91 سنة، رحمها الله وأحسن إليها. الفنانة المصرية سمية الألفي، تاريخ الميلاد هي من مواليد 23 يوليو عام 1953. تاريخ الوفاة: توفيت الفنانة سمية الألفي في 20 يناير عام 2026 عن عمر ناهز 72 سنة. سبب الوفاة: أصيبت الفنانة سمية الألفي بورم سرطاني نادر صنفه الأطباء على أنه من أكثر أنواع السرطان ندرة وخطرا، وخاضت رحلة علاجية طويلة تطلبت سفرها إلى الولايات المتحدة الأمريكية للخضوع لعدد من العمليات الدقيقة، وبقي المرض ملازما لها أكثر من 6 سنوات. توفيت الفنانة سمية الألفي في القاهرة صباح يوم السبت 20 يناير عام 2026 عن عمر ناهز 72 سنة، وشيعت جنازتها بعد صلاة العصر من مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين، رحمها الله وأحسن إليها.
الفنانة المصرية نيفين مندور. تاريخ الميلاد 14 يونيو عام 1977. تاريخ الوفاة توفيت الفنانة نيفين مندور في 17 يناير عام 2026 عن عمر ناهز 49 سنة. سبب الوفاة توفيت الفنانة نيفين مندور صباح يوم 17 يناير عام 2026 اختناقا بالدخان بسبب الحريق الهائل الذي أصاب شقتها بحي العصافرة شرق الإسكندرية، رحمها الله وأحسن إليها. الفنان المغربي إسماعيل أبو القناطر. تاريخ الميلاد هو من مواليد سنة 1957. تاريخ الوفاة توفي الفنان إسماعيل أبو القناطر في 20 فبراير عام 2026 عن عمر ناهز 69 سنة، رحمه الله وأحسن إليها. الفنان كمال زرارة. تاريخ الميلاد هو من مواليد 6 أكتوبر عام 1944. تاريخ الوفاة توفي الفنان كمال زرارة في 13 مايو عام 2026 عن عمر ناهز 81 سنة، رحمه الله وأحسن إليه. الفنان عبد المجيد مسكود. تاريخ الميلاد هو من مواليد 31 مارس عام 1953. تاريخ الوفاة توفي الفنان عبد المجيد مسكود في 14 مايو عام 2026 عن عمر ناهز 73 سنة، رحمه الله وأحسن إليه.